كان مفلس جدا ومعهوش غير اخر عملة في جيبه، وقال لك انا هضحي بيها واروح العب انا وحظي ونشوف بقى حظه هيعمل ايه. طبعا هو مفلس وكل همه بالكامل انه يبقى معاه فلوس، وراح يلعب اللعبة الجميلة دي. اللعبة دي طبعا موجودة في الصين، فطبعا عينه جت على الصندوق اللي تحت ده. هنشوف بقى هيعرف يجيبه ولا ايه. طبعا عمال ينزل دباديب زي ما احنا شايفين كده، وطبعا الموضوع ده ما يهموش، هو عاوز اللي فيه فلوس ده. يوقع الصندوق. طبعا العملة دي بتتحط، بيبقى فيه وقت كده، لو الوقت ده عدى راحت عليه. وقع الصندوق. حلو قوي. فابتدى بقى ايه يدور بقى، يجيب الصندوق ده ويقول لك بس كده انا خلاص هظبط نفسي. جاب الصندوق اهو الجميل ده، مليان تليفونات ومليان فلوس وعليه قفل، ولازم القفل يتفتح. هنشوف بقى هيعمل ايه علشان يجيب القفل. يفتح القفل ده، قعد بقى ايه يكلم في نفسه، يقول الحظ ده مفيش قفل ليه. قعد يدور، لقى هنا. طبعا دي اللي عليه الشفرة بتاعت الصندوق ده. فيحاول تاني، لسه الوقت لسه قدامه. حط عملة تاني اخر سحتوت في جيبه. المهم خلينا نكمل لان الموضوع ده مثير جدا للغاية. قعد بقى ايه يظبط الدراعات بتاعته. يلا يا برنس نشل صح يا برنس عشان دي اخر فلوس معاك. وقع الدبدوب اللي هو عاوزه، اللي يجيب منه الشفرات. الشفرة اللي هي ايه بتتحط، اللي هو الرقم السري بتاع القفل اهو، 916. حلو قوي. يظبط بقى القفل بتاعه، هنشوف هيفتح ولا مش هيفتح. ادي ظبط الستة، وادي الواحد، وادي التسعة. حلو قوي قوي. دوس فتح. تعالى بقى نشوف بقى اللي جوه الشنطة ابن المحظوظة ده لقى ايه. شوف الحظ. الحظ لما بيهاتي بيخلي اللعمة ساعاتي. اتفرج يا برنس، ادي باكو. حلو اوي، دي فلوس حقيقية. وادي هاند فري، وادي تليفونين. اوبا يابا بواكي، وفي كمان سبيكة دهب. يا ابن المرزقة، فين مكان اللعبة دي؟ لو انت مكانه هتروح تلعب ولا هتعمل ايه معايا؟ اتفرج بقى لما رسهم كده.